أنا بعتبر الأوضة دي كده مكاني. اسمي ماريان فانوس، أنا زوجة وأم وفنانة. يعني أنا كحد يعني يعتبر فنان، يعني ما بحبش أقول كلمة فنان دي، بس شخص بيكون أكتر حساس قوي، يعني بيفرق معاه كل حاجة، كل حاجة بيشوفها بتأثر فيه، أي حاجة بيسمعها. حاجة من الحاجات اللي بحاول دايما كل يوم أعملها هي إني أهدي نفسي. حالة الأعصاب والشدة وكده دي ما ابتديش بيها اليوم. ان انا اقعد واخد وقت خلوة وتأمل وابتدي اسمع ربنا عايز يقول لي ايه، ولو امكن بدراسة لو انا مش فاهمة ابص عليها بترجمات ولغات مختلفة، فبيغير لي طريقة تفكيري، بيفرق قوي في اتجاه اليوم. احنا لو عشنا من غير نشويات مش هيحصل لنا اي حاجة على فكرة. سمنة بلدي. أنا كنت فعلا عديت في وقت صحتي فيه فعلا كانت مش حلوة ومش عارفة أتلم عليها منين يعني. فعادة بتكون في أكلنا وفي طريقة حياتنا. الدهون دي بالنسبة لنا احنا كمان بالذات كستات مهمة قوي، لأن هي اللي بتعمل هرموناتنا. بحس إن أنا منورة لما بكون على طبيعتي، مش بحاول أخلي الناس تاخد انطباع بعينه أبهرهم بحاجة، وبكون واصل لي قوي قد ايه انا مميزه زي ما انا طول عمري بحب الرسم والتعبير بالرسم، ومن وانا طفله وانا حاسه اني عندي حته كده زياده في الموضوع ده، بس عمري ما خدت الموضوع لنقطه اعمق. وجي في وقت اللي انا خلفت فيه بنتي، يعني عديت فعلا بوقت صعب قوي، ونقدر نقول عليه اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده. فكان عندي خزي رهيب اني يعني ايه، انا ربنا اداني هديه وانا فرحانه بيها وبنتي وبحبها قوي، بس انا عامله كده وانا تعيسه قوي ازاي يعني. ولكن السكه اللي كانت فعلا رائعه يعني لما ابتديت اشتهي ان انا اروح اجيب الوان من مكتبه. عايزه اجيب الوان وعايزه الغوص بيها او يعني احس بيها في ايديا كده. ففعلا عملت كده وابتديت اشخبط، يعني مش خالص ان انا عايزه اعمل حاجه جميله، يعني ما كانش ده اللي جوايا، كان عندي طاقه عايزه تطلع. والحكايه دي بقى مشيت رحله غريبه جدا، يعني كان منها ربنا بيتعامل معايا بشكل شخصي جدا وفريد قوي يعني. فابتديت أعبر عن الصور اللي بتجيلي في ذهني، ولاقي نفسي كمان بكتب عليها كلام، يعني بعبر عنها بكلام، وابتديت أنشرها على السوشيال ميديا. الطبيعة بالنسبة لي يعني مصدر لحاجات كتيرة قوي. بحس إنه انت الألوان دي بتجيبها منين؟ أنا عايزة أشتري من الألوان دي. بقعد أتأمل، يعني أنا بقعد أتأمل الله كشخص فنان. بيبقى في لحظات كده بيبقى الواحد بيسكت كده ويحس انه انا شفت جمالك، يعني شفت لمحة منك. فلما بنعبر عن الجمال ده بنعكس حضوره هو. يعني انا بشوف الجمال كده يعني. الرسم علمني حاجات عن العلاقات. لان في علاقة بيني وبين اللوحة، يعني انا بقعد اشتغل لحد ما احس ان انا كده مبسوطة.